الشحات، كرة طويلة سريعة محمد هاني، ولكن دفاع قوي جدا من الباك الشمال رقم 4 الى الربع النهائي، ولكن لسه بدري جدا جدا على هذا الكلام بكل تاكيد. مخضرم هو اكبر لاعب موجود في الملعب، عمره كم سنه؟ عمره 7. انطلاقه وتحضير عرض مع ثانيه اماميه خطيره سريعه منطقه خطوره لشيرت صوت تصويب، ولا الاهلي المصري كره طوليه عاليه فوق قويه ورا الحارس مرمى على طول عبد الرؤوف في نتاش حارس مرمى عبد الرؤوف. طبعا عبد الرؤوف كان غاب للايقاف عن اللقاء الماضي امام فريق سيمبا التنزاني، فريق الثوره في اللقاء الاول كان بعيد كل البعد عن مستواه، وقويه راسيه الدفاع من الشحات اطراد تصل ورا في ايد الحارس محمد الشناوي حارس المرمى. حتى الان 7 دقائق من بدايه الشوط. يوسف كوناتي يعني كرته عاليه خطيره قويه، ولكن تلعب بره بعيده. طبعا النجم حسين الشحات من نادي العين الاماراتي، ورمضان صبحي اعاره من وهو النادي الاهلي. على الشمال علي معلول تصل ناحيه الحاول جميل، ولكن في على امام الحارس محمد الشناوي والتركيز ابراهيم تصويبه دفاع جيراردو داكوستا ونجم، وايضا اللاعب الفلسطيني محمود السلمي لسليمان. تحضير باص حلو، محاوله جيده، ولكن دفاع ممتاز بقدم على طول فات الساحره بتلقى كوره رمضان، يدينا رمضان والتصويب والدفاع، الهجمه السريعه والانطلاقه الرهيبه والعرضيه الساحره ومتابعه جميله جدا وتصويبه قويه بقدم رمضان الصبحي، ولكن منطقه خطوره لكن ممتاز محمد الشناوي طلع الراجل وحل مش بشكل جيد. هذا حماس الايمن اشرف، التعادل موجود والتلاحم موجود حتى الان. الحاوي والهجمه العرضيات الغير عاديه، عرضيه ساحره راسم الدفاع من ابراهيم بكاكش، طلع كورته تترد الهجمه السريعه من عادل بوشيبه، كره على اليمين، انطلاقه في البطوله حتى وقتنا هذا 201 وشدف لمعلول لاسلام لرمضان صبحي، رمضان استلام رمضان النادي الاهلي بيقود النادي الاهلي من 20 يوم. حلو باص لعلي معلول، ولكن في تسلم ابراهيم على الارض خطيره جدا، جابوها تعدوا ورا على الشمال لابراهيم بكاكشي، ابراهيم والهجمه والعرضيه عاليه وراسيه الحارس على طول محمد الشناوي حارس مرمى، راسيه جيده من رقم 8 المهاجم يحيى شريف. ادي العاده مره ثانيه، عرضيه ثابت حلوه جدا وارتقاء عالي جدا من المهاجم رقم 8 يحيى. خطيره العرضيه تعدي الدفاع من ايمن اشرف، طلع كرته في الامان بره الملعب، بار على طول ناحيه حمر ثانيه، عاوز يعدي على الدفات خطيره، عرضيه حلوه ولكن ممتاز الشناوي يمسك كورته على مرتين. محمد الشناوي تركيز عالي بالشناوي، طلع ومسك كورته من قدام الدماغ، كوره استلام انطلاق على الطريه، دفاع في خطوره كبيره، مهاره من يحيى الشريف التصويب، ولكن الحمد لله يا على الخطوره يا خطيره الهجمه في انطلاقه تصويبه قويه بقدم النجم الخطير رقم 8 وهو النجم يحيى الشريف، ولكن تعدي بالسلام وامان على مرمى الشناوي وتبقى ضربه مرمى لصالح النادي الاهلي. كل 4 نقاط لبطل الجزائر من اجل الوصول الى دوري المجموعات. الهجمه والدفاع سابا تلعب بره ضربه المرمى لصالح فريق شيرت الثوره الجزائري. نص ملعب لايمن اشرف مع كره طوليه عاليه فوق قويه ورا للحارس حاد، انطلاقه لكريم للحاوي والدخول بقوه للمره الثانيه من كولاتيه. انذار بقى حكم اللقاء الجابوني بقدم النجم علي معلول، تصويب في الحيطه قطعوها على الشمال، تصل انطلاقه لفريق الثوره، انطلاقه عن طريقه سريعه خطيره رهيبه من عادل بوشيب، ولكن عرقله طبعا اللاعب محمد امين من الخلف لحمار اماميه، ولكن قرار وتسلل موجود لصالح النصيه من ابراهيم بكاكشي، تترد على اليمين ولكن بعيده قويه جدا من كريم لعادل بوشيبه، عرضيه عاليه والراسيه في ايد الحارس على طول محمد الشناوي حارس مرمى. طلع كورته مره الشناوي في اصابه، سقوط واصابه لاحد لاعبي الاهلي، اصابه للنجم رقم 2 كريم نيفيد. والله انطلاقه شحات
حسين تصل لرمضان صبح، تحرك وتاخد في اليمين، تصويب ولكن بعيد الحمد لله، تلعب بره بعيده جدا. للشحات اماميه كريم وخطوره رمضان صبح، ولكن في تسلس، ولكن دفاع رائع من معلول، راسيه خطوره تعدي يودي فوت لورا للحارس محمد الشناوي. اخطر هجمه في المباراه، اخطر هجمه في اللقاء، خطيره جدا. ادي محمد هاني بعيده يا رمضان على محمد هاني، راحت سهله لان الفريقان دخل من اجل حتى لا اقول لحظات مشاهدي الافاضل في تغيير، يبدو انه اضطراري في هذه الاثناء، في هذه اللحظات سيتغير منظومه الدفاع في الشبيبه يستثمر فيها لاعبو الاهلي. ثلاثة والرابع جاي، كرة في العمق هي صعبة وخطيرة لصالح اللاعب ندفيد، والحكم يقول ضربة مرمى. انهض ضربة مرمى، يقول حكم المباراة على كريم ندفيد بعد مرور 6 دقائق. يا زيريا، يا زيريا ضيع الكرة هذه وراحت مباشرة للتمثيل بوتين. الكرة في الركنية، يقول حكم المباراة هجوم يعني من دون عدد كبير من المهاجمين الصريحين. غيب جهة اليسرى، حاولت التوغل من حاميو، جول بابا جول حاميو ويحيى شريف، وجول هدف تاريخي ليحيى وللثورة. يا سلام، في مباراة تقريبا متوقفة حامية يباغت ويحيى شريف يحطها في الجول. الثورة تسجل أول أهدافها في دوري الأبطال على ميدانها وأمام الأهلي وما أدراك. هو الهدف الذي كان ينقص المباراة لكي تشعل المدرجات وتبعث المباراة مجددا. يا سلام، هدف ولا أروع بعد توزيعة رائعة، هدف من يحيى شريف حطها في الجول على يمين محمد الشناوي، هو هدف أول للشبيبة. يحق لك أن تفرح يا يحيى، لأن الهدف في دوري الأبطال هو الهدف على الأهلي المصري. صبحي بالراس يتفوق وخطأ، نعم يصفر له حكم المباراة. يبقى رمضان سقط على أرضية الميدان بعد احتكاكه منذ حين مع أحد لاعبي شبيبة الثورة. بطاقة صفراء لرمضان صبحي، المالك حافظ على أكيد ستزداد إثارة. نتش يلتقط هذه الكرة، ذات نرفز تقريبا قد تخرج من المباراة بسقط صفراء أخرى لتيبوتين. ما عدا ذلك لنا بالنغيز ولا لاسارتي. خطيرة، لا وليد والدفاع نتش. اخطر فرصة لعناصر النادي الاهلي في هذا الشوط الثاني من المباراة، البحث عن وليد سليمان ونتاش على مرتين ينقذ شبيبة الثورة. فرصة صعبة وكريم ندفيد. وبعدين شبيبة الثورة مع خروج فاتح طلاح وسط دفاعه، عودة نصر الدين خوالد إلى العمق ربما خلت شوية وسط الدفاع مرتبك. محمد هاني في التوزيع، محمد رائع وجول بابا محمد هاني ببراعة حطها في القائم الثاني وجول. يا سلام على التوزيع، ويا سلام على الارتقاء، ويا سلام على الجول من كريم ندفيد. في منتهى الروعة اللعبة، التوزيعة والراسية من هنالك في القائم الثاني من أمام عبد الرؤوف نتاش وجول. كم كانت حلوة التوزيعة من قبل محمد هاني في القائم الثاني ببراعة في غفلة من دفاع شبيبة الثورة. يجب أن تكون عندك خبرة الأهلي لكي تحافظ على نتيجة الهدف.